لو تجربتك نجحت ابو الطموح يخش يشتريها. عاوز مني ايه تاني؟ حرفيا ده للاسف ده كده كسر عينك. يقول لك عيني عينك كده، اي لعيب انت نفسك فيه انا هخش اخده منك عادي. اي لعيب انت نفسك فيه اهلي انا اخش بفلوسي اخلص فيه. ده كلام؟ فهموني، ده كلام؟ ده بيقول لك اسامه ابو علي حطوه على الشاحن. اسامه ابو علي حطوه على الشاحن. هتقول لي لا يا عم دول بيهزروا مين؟ دولت ما بيهزروش، دولت ما بيهزروش. حامد حمدان اساله، فخوري اساله. رحت اتفاوضت مع حامد حمدان وقعدت وخلصت معاه كل حاجه خلصتها. بيراميدز ده يا حامد عامل ايه يا حامد يا حبيبي؟ ايه يا نجم تيجي احنا بنلعب يا باشا كل حاجه وكل حاجه موجوده. قال له خلاص رايح امضي يا حامد مضاه. وانت كاهلي كنت في اشد الحاجه الى حامد حمدان. طار منك، طار منك خلاص ومضى البيراميدز ومبسوط هناك. التاني فخوري لعيب جامد، لعيب مستقبل، الواد دخل في الاجوان في الفرقه ويسجل اجوان. انت كنت خلصت قربت تخلص فجاه يا فخوري يا حبيبي ها ما تيجي معانا بقى. راح، راح زي اللي راحوا، راح زي اللي راحوا واحنا قاعدين بنتفرج. قعد ما بص هتقول سيبك بقى من نغمه ايه الناس اللي طالعه. وربنا انا بشوف بعض الكومنتات بتموتني على نفسي من الضحك. يقول لك ايوه كده يا بيراميدز اشتري اسامه ابو علي وادفع فيه. انا هقول لك على الارقام، ادفع فيه 12 مليون يا بيراميدز ده احنا هنكسب انت بتاخد يا ابني فلوس في جيبك. ما هو الاهلي باع اسامه ابو علي ب 7.5 مليون دولار ولا شفنا مهاجم عدل جابه. يعني ايه يا فرحتي الاهلي هياخد نسبه من اعاده بيع؟ انت هتعمل بيها ايه؟ انت هتعمل بيها ايه وانت هتسوي بيها ايه؟ مش هتعمل بيها حاجه. ما انت بعت وخدت فلوس وما جبتش ما جبتش حاجه. جبتش مهاجم جايب لي كاموش. كاموش مين ده؟ عامل ما بعرفش ايه ده، بيمشي على ايديه، بيمشي على ايديه اساسا. رحت تقول لي ايوه كده. انا بشوف والله العظيم بشوف الكومنتات دي. ايوه كده دي مصلحه نسبه اعاده البيع، ايوه والفلوس جايه والدولارات. اعمل حاج، ما انت بعته ب7.5. هو الواد ده كنز، الواد ده كنز. وفيك تلعب بقى اخبار ده اشترى بيت في مصر ومش عارف ايه. اسمع الرقم يا بيه، اسمع الرقم اللي اتحط في وسام ابو علي. الرقم اللي اتحط فيه وسام ابو علي. بيراميدز سامي الشمسي ايه يا بتوع امريكا انتوا هتبقوا لنا بكام وسام ابو علي ده؟ قال له احنا اكتر من 10 مليون عشان الراجل مشترينه ب7 فاحنا هنبيعه ب10. قال له انا اشتري ب12. قال له انا هشتري ب12. انا قلتها لك هيخش يدفع، هيدفعوا اي حاجه. النادي ده حرفيا انا قلت لك حط بيراميدز ده على الشاحن لمده 10 سنين كمان. هو دلوقتي بينافسك، هو دلوقتي بيخش معاك ند في ند في اي صفقه بياخدها. اي صفقه ند بند انت وبيراميدز هو بياخدها وهو بيخش يخلص فيها وانت قاعد بتتفرج. يا فرحتي، يا فرحتي. تمام. فانت بتتكلم ان فريق بيقول لك 12 مليون دولار لفريق وسام و5 مليون دولار لوسام. فانت بتتكلم على صفقه داخله في المليار، مليار عشان يجيب وسام ابو علي وانت قاعد بتتفرج. المنافس بتاعك بيراميدز هو بيقوى كل يوم اقوى من الاول. ولو جاب وسام ابو علي ده هيتقيد مصري. فعادي يا باشا يجيب مهاجم تاني. الناس تقول لك عادي هم يجيبوا وسام ابو علي واحنا نجيب الواد نايلي. لا يا باشا ده هيتقيد مصري عادي. يروح يجيب لك فرده تاني تقيل عادي. فرقه تقيله، فرقه تقيله قوي على الارض وعلى الورق وعلى كل حاجه. الفرقه دي ناقص لها جمهور بس، وانت اللي جمهورك غايب عن مدرجاتك. انت اللي جمهورك ما بيروحش مدرجات. هتقول لي ما هو بنشوف، لا علامه استفهام. تمام. فانت بتتكلم ان خلاص يا باشا انت كاهلي عمال تدور اما حاطين ايدينا على خدنا. نروح نجيب كام؟ مش نروح نجيب لعيب من البرازيل، طب نجيب لعيب مش عارف منين، طب كله على الله. كلهم بيمشوا على ايديهم، كلهم بيمشوا على ايديهم. ان اشوف فرد عدله
اشوف لعيب عدل؟ مش شايف يا بيه، كلهم اختياراتنا غلط. حسام ابو علي، انا متضايق. الصفقه دي لو تمت مش هتبقى صفقه القرن، ده هتبقى صعفه القرن، ولا تقولها زي عفا القرن. غفلنا حرفيا، هيغفلنا لما ياخدوا منك لعيب زي ده. عمل لك بقى ده بقى، دول بقى ايه الكبار الكبيره بقى، الكبار العاليه بقى. هتقول لي وانا شفت كام كومنت يقول لك ايه، ايوه الاهلي كان باصص لقدام، ان وسام ابو علي كان عاوز يروح امريكا عشان كان الاهلي كان شايف ان بيراميدز هيخشوا ياخدوا، فالاهلي حط نسبه عادي بيع. يا ابني ما احنا يا ابني خدنا فلوس يا ابني، ما عملناش حاجه يا ابني. يا ابني ما احنا خدنا الفلوس يا ابني، ما جبناش مهاجم يا ابني. يا ابني هنعمل ايه يا ابني؟ يا ابني انا تعبت يا ابني من سيستم الاداره نفسه، اللي احنا تحس احنا بندير ملف الصفقات غلط، حاطين ايدينا على خدنا وبنتفرج. طب جبت مهاجم عدل؟ ما جبتش. جبت وينج عدل؟ ما جبتش. جبت لاعب مكان ديانج اللي خلاص مشي اساسا وهو معاك وانت فشلت في التفاوض معاه؟ ما جبتش. طب ايه عاوزين؟ ايه تاني؟ عاوزين ايه تاني مننا؟ علامة استفهام كبيرة جدا جدا. تمام. عندك الاهلي يعني في موضوع على وليد الركراكي. هتقول له ماله؟ هقول لك الاهلي بيفوضوا. في كلام طالع ان وليد الركراكي هيكون مدرب النادي الاهلي في الصيف اللي جاي، في بدايه الموسم بعد رحيل تروب. طب ده كلام طلع في الساعات اللي فاتت، ان الاهلي في حوار المدرب ومش عارف ايه. وخلي بالك الاهلي لو فكره ان هو مشى تروب، ده هتبقى كارثه الكوارث بقى. ليه يا باشا؟ لان هو عنده شرط جزائي في عقده مش عارف ايه، وادفع يا بيه دولارات 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 دولارات. وليد الركراكي لما اتطرح اسمه قال لك ايه؟ فكره اسمه ان هو اتدرب في افريقيا ودرب الوداد ومش عارف ايه وايه وايه، ولكن طلع بعدها اخبار ان الاهلي بينفي. فانا مش عارف بتدور على مدرب ولا ما بتدورش؟ ايه خطتك كاهلي؟ ما تفهمش يعني ايه غيتنا في تفكيرنا في الموسم اللي جاي؟ ما تعرفش. لان الموسم ده قدامك بطولتين، دوري وافريقيا. طب خد بقى الجايه دي بتاعت افريقيا. كابتن شوبير من نص ساعه حسب ما تتفرج عليه، من نص ساعه، الساعه 12 ونص كده بالليل لو انت بتتسحر، عمل لك فيديو. قال لك ايه بقى؟ قال لك عندي معلومه من داخل الكاف ان بنسبه كبيره موتسيبي هيعمل توازن في العقوبه بتاعه الجيش الملكي ومباراه الاهلي. قال لك ايه؟ عشان هو حرم من الجيش الملكي قبل كده فهو عاوز يعمل توازن. قال لك واللائحه بتقول غرامه ماليه مع ايقاف التنفيذ مباراه عدم حضور جمهور الاهلي. قال لك بس موتسيبي هيعمل منع جمهور الاهلي مباراه ومباراتين. قصص ليه؟ انك انت في الاول ما عملتش بيان ووجهت رساله واضحه زي ما هم عملوا. ده الماتش كان شغال هم كانوا بيكتبوا البيان وقلت لهم مش هينفع. لا لك عشان علاقات مين يا بيه؟ علامه استفهام كبيره في كل حاجه. وربنا يستر علينا بقى، يعني ربنا يستر علينا، لان الماتش اللي جاي امام زد في منافسه. هتقول لي زد يعني عادي؟ لا، زد عاوز يكون من السبعه الكبار. انا كاتبها هنا قصادي، زد عاوز يكون من السبعه الكبار. فاركو والبنك الاهلي مش عارف، بيتهيألي البنك الاهلي كسب فاركو، فالبنك الاهلي نط بقى السابع وزد بقى الثامن، فزد لازم يكسب ماتش الاهلي عشان يكون من السبعه الكبار. فزد هيكون داخل مباراه الاهلي عينه على المكسب فقط لا غير يوم السبت، عينه على المكسب فقط لا غير. وخلي بالك محمد شوقي من المدربين الرخمين، مدرب قال بس رخم بلغه الكوره، بس انا ما بحبوش شخصيا، بس هو رخم بلغه الكوره. تمام. وهنشوف الفكره دي في الايام القادمه لان الدنيا مشتعله. طب ما تقول لي يا عم ربنا بس احنا عاوزين نهدي الدنيا ومش عارف. لا يا بيه،
تمام. ما تنساش انك تصلي على سيدنا محمد يا بيه، واعمل اللايك بتاعك كده، ولو وصلت للنهايه قول لنا عشان نمسي عليك. السلام عليكم.